واحد بيقول وانا بصلي الفجر واحنا ساجدين سمعت الراجل اللي جنبي بيقول شكرا يا رب شكرا يا رب، وعمال يكررها بس طول الاربع سجدات وهو بيبكي. بعد الصلاة معظم الناس بصت عليه لانه بدون ما يقصد كان صوته عالي جدا. الراجل لما لاحظ ان الناس بيبصوا عليه اتكسف واعتذر على ان صوته كان عالي غصب عنه بدون ما يشعر. فالامام كان ذكي جدا، قال له علمنا يا عم الحاج بتشكر ربنا على ايه؟ قال له انا متجوز بقالي 25 سنة، خلفتي كلها بنات، حصل بين مراتي ومرات اخويا خلاف فعايرتنا ان خلفتنا كلها بنات. زوجتي زعلت جدا واتأثرت لدرجة انها دخلت في حالة نفسية صعبة. رحت ارد على اخويا بقول له ينفع ام فلان تقول كذا وكذا وبتعايرنا؟ قال لي هي ما غلطتش، مش هي دي الحقيقه. فخرجت من عنده وانا مكسور الخاطر، ما لقيتش قدامي غير المسجد. دخلت اتوضيت وصليت وقعدت ادعي ربنا وانا بعيط، وكل اللي على لساني ساعتها يا رب راضيني بيه يا رب، ومفيش على لساني غير الجمله دي بس عمال اكررها وما بقولش غيرها. ودلوقتي مراتي حامل بقالها كذا شهر، ولما شفناه لقيناه فعلا ولد. كان بيحكي وهو بيبكي والله. ادعي بكل اللي نفسك فيه والله يكرمك وهيرضيك ويكبر بخاطرك، والدعوه هتجيلك في الوقت المناسب، ولو ما فيهاش خير ليك ربنا هيعوضك باللي افضل منها مليون مره. وخلي عندك ثقه في الله، رب الخير لا ياتي الا بالخير.